عمرك كنت قاعد لوحدك في مكان وحسيت إن في حد معاك بس أنت مش شايفه؟ طيب عمرك تخيلت العالم التاني بيشوفونا إزاي وممكن يتواصلوا معانا ولا لأ؟ فكرت قبل كده إنك ممكن يكون معاك كائن منهم ملازمك دايما؟ ده مش خيال ولا قصة خرافية، ده واقع كلنا عايشينه بشهادة نصوص القرآن والسنة. إيه هو القرين؟ وليه بيكون معانا؟ وإيه مدى قدرته على التأثير في حياة الإنسان؟ والسؤال الأكثر غموضا، لما الإنسان بيتوفى قرينه بيروح فين؟ معلومات كتير هتعرفها من الفيديو ده بإذن الله، وكلها من النصوص الصحيحة. يلا نشوف. في ليلة قام النبي عليه الصلاة والسلام من فراشه وخرج من البيت، فحست بيه السيدة عائشة وفضلت صاحية مستنياه لغاية ما يرجع. ولما رجع لقاها قاعدة مستنياه وباين عليها الغيرة، وده لأنها اعتقدت إنه سابها وراح لإحدى زوجاته، بس عرفت لما رجع إنه خرج يزور مقابر الصحابة في البقيع ويستغفر ليهم. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أنت غيرتي؟ فردت عليه رد بليغ جدا يحمل معاني حب ومشروعية الغيرة دي. قالت له وما لي لا يغار مثلي على مثلك، يعني ازاي واحدة زيي ما تغيرش على واحد زيك، رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لها مصدر الوساوس اللي جات لها في غيابه من أفكار سلبية أو حزن أو غيرهم. قال لها أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أنا معايا شيطان؟ قال لها أيوة. قالت له مع كل إنسان؟ قال لها أيوة. قالت له معاك يا رسول الله؟ قال لها أيوة، لكن ربنا أعني عليه حتى أسلم. الحديث ده بيوضح إن كل إنسان على وجه الأرض معاه مخلوق من الجن. وفي حديث تاني صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. والجن زي ما كلنا عارفين فيهم اللي مؤمن وفيهم اللي غير مؤمن، فمن الواضح إن قرين النبي عليه الصلاة والسلام أسلم زي ما أي جن ممكن يسلم عادي، ودي كرامة ليه هو تحديدا. لكن باقي البشر معاهم جن شيطان، هو بيفضل كده والله أعلم. مع إن في بعض المفسرين قالوا إن هو في روايات تانية قال فأسلموا، بمعنى أسلم أنا من وسوسته وأذاه. وارد جدا والله أعلم. النتيجة واحدة في الآخر. وبرضه مع كل إنسان قرين من الملائكة. الموضوع بقى بيفرق في مين فيهم اللي هيسوق زي ما بنقول. هنا الإنسان نفسه هو اللي بيحدد ده. يعني مثلا تلاقي حد قاعد كده وعمال يجي في باله معصية معينة عمالة تتزين وتتسهل وتتهيأ وفكره بيدفعه ليها، وفي نفس الوقت بتجيله أفكار مضادة. يعني مثلا المعصية دي ملهاش أي لازمة، أنا استفيد إيه؟ أنت عارف إن هي حرام، أنت مفيش مرة تقول لأ أو تاخد موقف، وهكذا. اللي الإنسان هيقرره ساعتها هيبقى إدى الصلاحية الواحد فيهم إن هو اللي يمسك زمام الأمور. فتخيل بقى ان الانسان ده يبقى عايش بقرارات هي مش نابعة من قناعاته ورضاه، او العكس، يعني عايش في سلام نفسي دايما وهدوء، لانه بيعمل الحاجة اللي فطرته وقناعاته راضية عنها تماما. في واحد من الاتنين هيبقى قوي ويقدر يسيطر على الامور. فتخيل انت بقى ان اللي ممكن يسوق حياتك ويلعب في نفسيتك مخلوق ناري بيحب العبث ويفرح جدا بإضلالك. ده ممكن يكتسب قوة من أفعالك توصله للقدرة على تسيير حياتك، بل وإظهارك للناس شخص غير سوي. ما تستغربش، هشرح لك الموضوع واحدة واحدة. في واحد مثلا تلاقيه باين عليه أثر السحر أو المرض الروحي، ومهما يعمل رقية شرعية أو يسمع قرآن مفيش حاجة بتتغير، حياته مش كويسة خالص. يقعد يلف ويسأل شيوخ ويسأل ناس محدش بيفيده. في اللي يقول له ما عندكش حاجة، وفي اللي يقول له انت محسود، وده وارد وضمن الموضوع، وفي اللي يقول له عليك عشيرة وقبيلة وحاجات من دي. إنما في الحقيقة تلاقي السبب الأساسي لكل ده هو قرينه بقى قوي جدا ومش مديله فرصة يعيش حياته. مرة يخليه يتعب نفسيا، ومرة بدنيا، ومرة الاتنين. كل ده بالوسوسة فقط. وفي نفس الوقت القرين ده ما بيتحرقش بالرقية أو يهرب أو يسيب الشخص، لأ، هو لازق فيه طول عمره وهيفضل معاه لحد آخر يوم. اسمه قرين، يعني جاية من الاقتران، يعني الملازمة المتصلة القريبة. وتلاقي ناس بقى تقول للشخص انت معمول لك مش عارف ايه، وسفلي واسود واخضر، وده ملك من ملوك البتنجان وتدميره صعب، وخد عندك أفلام للصبح. وفي الآخر الشخص نفسه هو السبب في اللي بيحصل ده كله، سايب عقله للوسواس. طيب هل ده معناه إنه ملوش حل وهيعيش باقي عمره كده؟ لا طبعا في حل، بس مش الرقية ومعاملة الشخص المسحور. ركز بقى معايا، هقول لك حديث يوضح لك الصورة تماما. شوف كده، أحد الصحابة بيقول إنه كان راكب دابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم،
فعثرت دابة، يعني اتكعبلت زي ما بنقول أو سقطت. فالراجل قال تعس الشيطان، يعني بيلقي اللوم على الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقولش تعس الشيطان، لأنك لما بتقول كده الشيطان بيكبر ويتعاظم لغاية ما يبقى قد البيت، وده لأنه بيعجب بنفسه ويحس إنه خارق وليه القدرة على السيطرة والفعل وكده، فبيقول بقوتي. لكن لما يحصل حاجة زي كده قول بسم الله، لأنك لما تقول بسم الله الشيطان بيتصاغر لغاية ما يبقى قد الذباب، وده لأنك نسبت القوة والقدر والحدث لله. فالشيطان لما بيحس قد إيه هو ملوش تأثير وضعيف بيصغر في الحجم. نستنتج من الحديث ده إن الشيطان ممكن يستمد قوته من معتقدات الإنسان. يعني لو في إنسان بيعتقد إن قرينه قوي ومفيش حاجة بتأثر فيه وبيغذيه كمان بالمعاصي وقلة ذكر الله، هيعيش حياته كلها في الفيلم ده، ومهما راح لشيوخ وعمل كل حاجة هيفضل زي ما هو. لكن لو أيقن إن كل شيء بيد الله وقدرته، وعرف معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى بدأ رحلة التعافي بجد. يمنع نفسه عن المعاصي على قد ما يقدر، يزود الطاعات وأعمال الخير، يذكر ربنا كتير وما يديش أي اهتمام للوساوس اللي بتجيله. في خلال مدة بسيطة هيلاقي كل حاجة في حياته اتظبطت بإذن الله. الشيطان رجع لحجمه الطبيعي، هو صحيح ما سابوش لكن ضعف جدا وأصبح ملوش تأثير تقريبا. مفيش وساوس زي الأول، مفيش خيالات وخوف، العبث بيتحط له حد. طيب نيجي عند السؤال المحير بالنسبة لناس كتير، القرين بيروح فين بعد موت الإنسان؟ بص، هو مفيش نص صريح يتكلم عن الموضوع ده، لكن في نصوص ممكن نستنبط منها حاجات توضح لنا الصورة. لو تأملنا في سورة قاف هتلاقي آيات بتتكلم عن القرين يوم القيامة. معروف طبعا إن الجن أعمارهم أطول من البشر والله أعلم، فلما الإنسان بيموت بينفصل عنه القرين ده، ممكن يموت معاه أو ربنا يكون مادت في عمره لسه، أيا كان. المهم إنه لما بينفصل ما بيروحش لحد تاني يبقى قرين ليه، هو كان موكل بإنسان واحد فقط، وبموت الإنسان ده انتهت مهمته خلاص، بل وهيتحاسب مع الإنسان ده يوم القيامة. والدليل في الآيات دي، الشخص هيجي يوم القيامة معاه قرينين، واحد من الملائكة وواحد من الجن. اللي من الملائكة هيكون شاهد على الإنسان بكل أعماله وتفاصيل حياته، ولما يكون الإنسان ده مش كويس ومصيره معروف، قرينه من الملائكة بيقول الآتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هنا القرين اللي من الجن بيحاول يبرأ نفسه لأنه عارف إن مصيرهم مشترك. شوف هيقول إيه: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال يعني هو ملوش دعوة، لكن بيجي لهم الرد من ربنا سبحانه. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. في اليوم ده كله بيحاول يتبرأ من كله. طيب لو الإنسان كان من أهل الجنة إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن قرينه بياخد عقابه والإنسان ده بيقعد يتفرج عليه وهو في الجنة. في سورة الصافات ربنا وصف لنا مشهد عظيم جدا عن أهل الجنة، إنهم بيتقابلوا ويقعدوا مع بعض ويفتكروا أيام الدنيا. ففي واحد منهم هيقول أنا كان عندي قرين بيشككني دايما في الآخرة، يقعد يقول لي هو احنا لما نموت ونبقى تراب هنرجع تاني وكلام من النوع ده. فقال لهم تعالوا نشوفوا دلوقتي بقى فين. فوافقوا كلهم واطلعوا على القرين ده في جهنم، لقوه بياخد جزاء إضلاله وتكذيبه. فالراجل قال له انت كنت هتاخدني معاك لولا نعمة ربنا عليا، يقصد بالهداية والتمسك بأوامر الله. وفكروا بالكلام اللي كان بيقوله له في الدنيا، وقال هو ده الفوز العظيم على دخوله الجنة يعني وخلوده فيها. الله أعلم بكيفية الاطلاع في الجنة أو كلامه معاه. المهم إن اللي واضح في الآيات دي إن القرين بيكون مع شخص واحد فقط وبيتحاسب معاه في الآخرة والله أعلم. الكائنات دي بتبقى مع كل البشر بسبب اللي حصل في بداية الخليقة والله أعلم، لما إبليس قال لربنا إنه هيسعى جاهدا في إضلال البشر جميعا والاستحواذ عليهم إلى آخره. عملنا فيديو قبل كده عن الموضوع ده. فلما إبليس بقى يكلف جنوده بالمهمة دي، ربنا جعل رحمة لعباده بوجود قرين من الملائكة معاهم، وده فضل عظيم من ربنا إن الإنسان عقله ما يتلقاش وسوسة فقط، يبقى فيه صوت للحق يصحي الضمير ويحافظ على الفطرة السليمة بإذن الله. وفي الآخر الشخص هو اللي بيقرر يمين لمين. نسأل الله إنه يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته ويحسن ختامنا جميعا، آمين. تنساش تصلي على سيدنا النبي وشوف باقي الفيديوهات، هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله. سلام.